يا نهار ابيض على المطبخ بسم الله، نبدا فيديو جديد ونصلي على النبي كتير وحيد الله. الساعه كانت معديه 12 وانا كنت دخلت المطبخ عشان الم الدنيا وارتبه، ان ما كانش فيه كوبايه شرب فيها ميه، ما كانش فيه معلقه تمسكيها تقول واحد الله نظيفه. كانت كل حاجه في الحوض على البوتاجاز، في حاجه كانت واقعه في الارض، الصينيه اتقلبت في الارض، وانا من كتر ما كنت متعصبه، الكلام ده كان على المغرب، ما لميتش اي حاجه، سبت كل حاجه زي ما هي وخرجت ولا كأن شيء حصل اصلا. فدلوقتي العيال نامت، ابوهم كمان نام، كان تعبان شويه. اسال الله العافيه لي وليكم وللمسلمين اجمعين بحق لا اله الا الله. هنلم الدنيا، هنشتغل في هدوء وفي راحه، وانا بحتسي العصير بتاعي دلوقتي. الدنيا حر وزهق، حرفيا بنتحرك بالضئيل. انا من محبي الشتاء، انا من عشاق الشتاء، وبيكون عندي حماس وبيكون عندي نشاط. مش من الناس اللي بتقولك لا انا بردانه هتغطى وانام، لا، مفيش الكلام ده. طول ما الجو مظبوط انا حاسه بكميه من الراحه لا تعد ولا تحصى. الحمد لله، يعني ربنا يزيدها نعمه ويحفظها من الزوال ويرزقنا الرضا. عارفين انت لما تكوني حاسه انك راضيه؟ والله ببقى حاسه ان انا مرتاحه ومبسوطه لما اكون حاسه ان انا يعني الحمد لله ما عنديش اي وجه مقارنه من ناحيتي ناحيه حد ولا في دماغي اصلا. فهي من الحاجات اللي بحاول اعملها باستمرار عشان ما يتراكمش عليها لا دهون ولا تراب بسبب الشباك. الصفايه اللي على الحوض دي دايما مع الحوض ما بتتشالش. في ناس بتعمل ان هي بعد ما تغسل المواعين كل يوم بتشيلها وترجعها تاني يوم، لا صراحه انا حطاها على الشباك على الحوض تاني يوم. استغفر الله العظيم، ايه ده ايه ده الكلام رايح فين؟ بسيطه، انا مش بشيلها من على الحوض اصلا. فدايما بتلم تراب بتلم دهون لان البوتاجاز والحوض قريبين جدا من بعض. فالحمد لله على كل حال، ربنا يعيننا ويقوينا. الست النظيفه رزق. لو انتي ست مهتمه بنظافتك، مهتمه بنظافه بيتك، تاكدي ان ربنا هيكرمك. طول ما انتي بتعملي حاجه صح، تراعي ربنا الاول قبل ما تقولي محدش شايف محدش عارف، لا، تاكدي لو محدش شايفك فرب العباد شايفك. ده اولا، وانتي بتعاملي ربنا في كل حاجه. والله لو بتعملي كوبايه شاي اعمليها بحب وبضمير كده، وربنا يحسن ما بين ايديك وتبقى حرفيا يقول لي انا ما شربتش بعدها اللي هيشربها. انت ممكن تعمليها لنفسك فتعجبك تقولي ياه انا هقوم اعمل واحده كمان فالحمد لله اولا واخيرا. انا بحب الرغوه، بحب ان انا كنت زمان بحب اغسل مواعين بشكل متخلف ما كانش عندي مانع. اول كام سنه جواز كنت كل ما انا عند حماتي واقفه على الحوض زي اللي دقوكي بمسمار، والله العظيم. وكل ما حد يتكلم معايا، لا لا انا بحب اغسل مواعين، لا لا انا بحب اغسل مواعين. يا اختي تلهي على عينك، ما غسل المواعين جاي يعني هو هيخلص هيبطل؟ ما انت مره وهي مره والدنيا تمشي. لا، كيف بتاخدني شهيمه وكرامه؟ لا، انا هعمل مواعين، لا ما حدش بيحب يغسل مواعين زيي. لا بس حرفيا انا دلوقتي باخد على عيني وما اكون مش قادره ان انا اقوم اغسل مواعين، رجلي بتوجعني جدا. ويا رب يا رب يا رب يا رب يكرمني واجيب غساله اطباق تكون محترمه كده. حلمي يا ولاد ان شاء الله ربنا يحققه. وعندي مفاجأة تانية ان شاء الله هقول عنها قريب. بدأت حاجة كان نفسي ابدأها من زمان، بس اكيد 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 الخير فيما اختاره الله، وان ربنا كان عاوز الخير ان اختار الوقت ده بالذات ان انا ابدأ فيه. ومش هكمل الموضوع ده غير بدعمكم ليا وبوجودكم معايا، لان انتوا السند. وحرفيا كلامكم الحلو بيشجعني ويخليني اتحمس ان انا ابدا اي حاجه انا عايزاها، واقول لا طول ما انا اقول يا رب خلاص مفيش حاجه هتقف. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله خدت الخطوه الاولى. فان شاء الله ان شاء الله بحق لا اله الا الله كده ربنا ييسر الامور كلها وكل حاجه تمشي زي ما انا نفسي، يعني ربنا يكرمني. فصديقتي العزيزه، اي حاجه مأخراها ما تتأخريش، كملي ما تقفيش. سيبك من كلام الناس المحبط، كلام الناس اللي بيجيبنا لورا ما بيقدمش خطوه، حرفيا ما بيقدمش خطوه. يقولك انت هتعملي ما تعملش، يعني انت يا اختي مش عارف ايه. سيبك منهم، اعمليهم سايلنت ولا كانك سامعاهم. خليكي بس شايفه الحاجه اللي انت عايزه تعمليها، وشايفه ان شاء الله يعني ان ربنا هيكون ميسر لك الطريق ازاي. بس خليكي حاطه في اعتبارك ان في هيكون عقبات كتير جدا 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 في السكه. ويا سلام لو عندك شريك، مش بس الزوج هو شريك الحياه او شريك العمل، لا، شريك في التفكير وفي العقليه في التفاهم. حد بيقرا الافكار معاك كده اللي هو عارف يقولك ايوه فاللي هو بالظبط احنا فعلا نفس الخط. فلا الناس دي بتكون قليله، والحمد لله ربنا كرمني وليا هذا الشخص وهي اختي.
احب ان اقول لها شكرا 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 على وجودك في حياتي يا صديقي العزيز اللذيذ. ربنا يديمنا لبعض خير وبركه وسند ودعم. اني احبك في الله. صلي على النبي كتير وحد الله. فانا بشوف بنات كتير بتبقى الاخوات بعيد عن بعض، بس بيتقربوا مع الوقت ومع البعد لما كل واحد يتجوز بقى في بلد بقى بعيده ويتشوحوا اخر الوديان، فغصب عنهم الشوق واللهفه. بس في ناس جحده وجفا ده طبعها، والله لو عملت لها ايه ما يلاقينها حاجه. فالحمد لله ان احنا ربنا رزقنا وبيعنا. ده حتى سيدنا موسى يا مؤمنين طلب من ربنا ان اخوه يكون لي السند وان يشد ظهره بيه. ياه الحمد لله الحمد لله. فهنا بقى قريب بقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريب جدا هقول لكم على الحاجه الجميله او الخطوه الانتقاليه اللي ان شاء الله هتفرق كتير، وربنا يقويني ويعني ان انا اخدها. فصلوا على النبي كتير، وحدوا الله، وادعوا لي دعوه حلوه من قلوبكم الصافيه. ربنا يكرمني ويكرمكم ويجعل لكم من كل دعوه استجابه ان شاء الله. يجعل لكم من كل شيء تتمنوه للغير يجعل لكم نصيب. هنا دخلت بعد ما خلصت المواعين ووصلت الفوطه بتاعت المطبخ. انا دلوقتي اصبحت ان انا ما عنديش غير فوطه واحده، فالحمد لله. الفتره الجايه بقى ابتدي شويه اشتري شويه حاجات حلوين. غسلت البوتاجاز طبعا ما جبتوش كله، جبت خطوات وكده. فلقيت عندي شويه طاقه وعندي شويه صلصه في التلاجة، شويه طماطم عايزين يتعملوا صلصه لاني خلصت صلصه حرفيا بقالي فتره، وبقيت اكسل ان انا اعمل اي حاجه فيها صلصه. طول ما انا ايه ما عنديش، لا انا ما بقيتش احب ان انا اجيب الجاهزه، فنكسل بقى نكسل. وانا بقيت رايحه في السكه دي. فهي بسيطه الحمد لله. انا كنت بوريكم الساعه كام. الحمد لله انجزنا، بس انا رجلي فقفقت حرفيا. فالحمد لله غسلت الطماطم، انا ما قطعتهاش حطيتها حيه زي ما هي، وكده كده الهاند بلندر هيضربها وهصفيها، فالموضوع هيكون بسيط ان شاء الله. حطيتها على النار، حط عليها شويه زيت وشويه خل وشويه ملح وشويه سكر علشان تبقى ايه مظبوطه كده. حطيت معاها زعتر كمان لاني بحب الطماطم بالزعتر. ممكن يعني الزعتر هيخش في كل الاكلات. زوري شحر مش مهم. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. لو انت مش متابعيني ده فايتك كتير، ولو انت ما حطيتيش اللايك مش هتخسي حاجه ومش هتدفعي فلوس يا هانم. بعد اذنك انت وهي يلا ايدك على اللايك واذكري لاف كتير 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 في الكومنتات، وما تنسيش تدعوا لي دعوه حلوه. ربنا يجعلكم نصيب ويجعلكم سبب في جبر الخواطر. يجعلني سبب في جبر الخواطر حق لا اله الا الله. كنست المطبخ ومسحته. هنا كنت بوريكم الحمد لله خلصت، وبعد كده خلاص فرشت ورجعت كل حاجه مكانها. المطبخ كان رايق روقان، ومليت الكولمن كمان واحط فيه تلج، والطماطم كانت على النار، وكل حاجه كانت على ما يرام زي ما بنقول. بس في كلمتين كانوا محشورين الوقت ده فلازم تسمعوهم. باي. عايزه اشوف الراجل اللي بيقول للست انت بتعملي ايه طول اليوم. ثانيه كده معلش بس. بتعمل ايه؟ بتغسل مواعين ما بتخلصش. عايزه تهتم بمعاليك؟ عايزه تفضلك ولا انت بتقلل من شأنها؟ لو بتقلل من شأنها هاتيهولي وهديه بالشبشب.